ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير واحسن حال دايما يا رب. وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو، دعوه حلوه من قلبك لاختك سوما حبيبه قلبك. يلا بينا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو نحب نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا هنا انا معايا فيديو كده، ده مش روتين ولا اي حاجه، مش زي عوايدنا يعني. ده فيديو كده يعني فيه شوية مشتريات حلوة كده انا جايباها للشتاء. الجاكيت اللي قدامكم ده انا جايبه لرحيم، تمام، وجايبه واحد سيرفر كده لمحمد، بس محمد ابني مرضيش يخليني اصوره، كان فرحان بيه، حتى والله ما اداني فرصه ان انا اصوره يعني. ولبسه لبسه وقاعد بيه في البيت، والله العظيم لبسه ومش راضي يخليني اصوره. المهم جبت الشنطة القمر ديت ليا. ايه رأيكم فيها؟ على فكرة جلدها حلو جدا، إيه وشكلها حلو جدا، عجبتني. إيه، انا بصراحة انا كان ناقصني شوية حاجات كده فقلت لازم انزل اشتريها. والجواكت عيالي ما كانش عندهم جواكت بصراحة، وموضوع الجواكت ده كان فيه مشكلة حصلت ما بيني وما بين سلفتي بسبب موضوع الجواكت ده، اللي انا انزل مخصوص عشان اشتري الجواكت ديت لاولادي. وانا بصراحة ما كنتش ناوي ان انا اجيب اي حاجة ليا ولا للبيت غير الجاكيتين اللي انا كنت اجيبهم للعيال بس، عشان حصل مشكلة كده. بس يعني الحمد لله عدت ومفيش اي حاجة. انا من نوع يعني ان انا بحب اكبر دماغي وما بشغلش دماغي باي حاجة. بس بس برضو الكلام بيوجع يا جماعة، والكلام بيجرح، فالحمد لله. هنا بقى انا نزلت اشتريت الاسدال ده ليا، تمام، مع الحاجة برضو اللي انا مع الجواكت اللي انا اشتريتها لاولادي. وكان في ايدين مقشة هنا كنت عايزة اشتريت ايد من نضيفة البيضة اللي انا وريتها لكم في الاول، والايد التانية ديت برضو اشتريتها العادية. ده اسمه طقم كلسون كده، كنت جايباه لجوزي زي الدفاية كده، هو بيحب يلبسهم تحت الهدوم. على فكرة ده قطن وخامته حلوة، تمام. هو والله يعني هو بيستخسر يجيب لي نفسه، وما فيش وقت ان هو يشتري لنفسه، بس انا اول ما نزلت واشتريت الحاجات دي قلت اجيبها يعني. وده بوكلت كده، عجبني خامته حلوة جدا، خامته عجينة، فعجبني قلت هجيبه ليا البسه كده مثلا تحت ترنج، تحت حاجة يدفيني. انا كنت محتاجة والله 3 منهم ولا حاجة، بس كان على قد الفلوس اللي كانت معايا. خامته حلوة قوي. جبت منه واحد، تمام، ليا. وجبت ايه تاني؟ الشماعة ديت كانت ناقصاني، كانت اللي كانت عندي في الحمام كانت انكسرت، كان اولاد الله يبارك لهم كسروها. فهنا بقى انا قلت لازم اجيب واحدة للشرابات والحاجات دي، المنشر ده لازم اجيبه. وكان نفس اللون، ما لقيتش لون تاني والله، نفس اللون الليموني ده اللي كان عندي القديم، بس ما لقيتش لون تاني. لقيت ده. لو في خامة احسن من كده يا جماعة يا ريت ايه عرفوني وتقولوا لي يعني في خامة احسن من كده ولا لا. هو لونه حلو برضو بس انا زهقت من اللون. هنا كنت جبت لنا التوكة دي بقى، شكلها حلو، وعلى فكرة خامتها حلوة، شكلها كيوت قوي. وهنا جبت شرابات هنا لأولادي، بس كان فيه هنا شراب رحيم لبسه، ومحمد بص الرحيم وعايز يلبس شراب زيه، استعجلوا. وانا والله ما كنت طلعت الحاجة دي ولا بصيت فيها، بس هما منهم فرحانين فخدوا كل واحد لبس له شراب. هما بيحبوا الحاجة الجديدة يلبسوها في ساعتها. بس رحيم كان عايز يلبس الجاكيت زي اخوه، وانا والله العظيم ما رضيت عشان اصوره لكم. دي الشرابات ديت لمحمد، التلاتة اللي في ايدي دولت اللي مرسوم عليهم ايموشن ده. وشكلهم حلو اوي بصراحة. كنت جايبة 3 اشكال. وديت كانوا شوية الحاجة اللي انا اشتريتها. الجاكيت على فكرة جميل جدا، يا ريت تسيبولي كومنت كده وتقولي يسويله كام، والشنطة ديت تسويلها كام. اشوفكم كده ناصحين ولا لا، ولا انا انضحك عليا. هنا بقى انا كنت زعلانه من جوزي شويه بصراحه. هو عارف ان انا بحب الشوكولاتات وبحب الحاجات دي، لما ابقى زعلانه بيرضني بيها. ف
وبرضه ما كنتش مرضية وكنت زعلانة. يعني هو جايبها عشان يرضيني بس انا كنت زعلانة. كان فيه موضوع كده برضه كان بسبب سلفتي. انا من نوع والله يا جماعة انا ما بحب المشاكل ولا بحب اتشاكل مع حد ولا اي حاجة. انا اهلي معوديني على كده ان انا ماليش دعوة بحد. بس عملت نفسي بقى ان انا دخلتها المطبخ وكلت ايه الحبة دول. فبوريكوا يعني ان الموبايل كان وقع مني وانا بصور معلش. دول الحبة اللي انا اكلتهم في السريع وانا واقفة في المطبخ. وبقول له انا ما اكلتش حاجة. هو كان بيقول لي بقى خش هاتها كده في بوله وتعالي. فالمهم حطيتها في البوله كده وكنت بوريها لكم قال لكم شايفين الشوكولاته. انا بقى بحب اما اجي اعمل روتين ولا بحب اعمل اي حاجه في الشقه. احب اطلع كل شويه حاجه كده مسكره واكل فيها. انا ممكن ما افطرش ولا اتغدى ولا اي حاجه وممكن افضل اتنيني اكل في شوكولاته. فهنا بقى طبعا عملت الاكله ديت ويا رب تكون عجبتكم والفيديو النهارده يكون عجبكم. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش في الاشتراك والقناه وتفعلوا زر الجرس. كومنت حلو ده واحلى من قلبكم لاختكم سوم. اشوفكم بقى الفيديو الجاي حبايب قلبي في رعاية الله. باي باي. بس قبل ما اقفل الفيديو قبل ما اقفله معاكم ما تنسونيش في اللايك.